مساء الفل. اكيد طبعا كلنا شفنا الفيديو ده. بغض النظر عن ان هو واضح جدا ان الفيديو معمول للهزار وبالاتفاق يعني، وكمل الكلاحة الرهيب اللي بيتكلم بيه، اللي المفروض ان هو مهندس وانا اشك يعني في الكلام ده. بس وبعدين هو بيسلمه 4 بلاطات بس في الأوضة، فده برضه يعني كلام مش منطقي. ولعلمكم الشغل وحش، هو بالفعل يستحق الرفض يعني على المنظر، حتى هو مش محترم الريجة بتاعت السيراميك في الشغل بتاعه. ولكن برضو خلينا نتكلم بمنطقية يعني، وإن كان إحنا بنتكلم المفروض حتى لو الشغل بنرفضه بطريقة محترمة وبطريقة شيك، ولو في ملاحظات برضو بنقولها بطريقة محترمة وبطريقة شيك. ولكن برضو هنتكلم بطريقة فيها إنصاف وإحسان يعني، حتى لو الشغل مرفوض. بس برضو حط نفسك مكان صاحب الشغلانة. لو أنت المالك بتاع الشغل ده، فأنت أكيد شغلك عايزه يطلع بأحسن شكل. مش هنتدخل في موضوع المستخلصات وصرف المستخلصات، ده مش دورنا، وده مش ده الاتفاق دلوقتي. النهارده احنا لما بنتفق مع مقاول على شغل، هو بيبقى حاطط تمن البند بناء على الشغل اللي هو هيعمله. فاحنا ما نرجعش نقول عشان نصرف له مستخلص فاحنا نطلع له فلوس وهو شغله وحش. هو لو شغله وحش يمشي، بنقولها له بطريقه شيك وبطريقه فيها يعني احترام. بس في نفس الوقت هو برضه بيتعامل معانا بطريقه شيك وبطريقه فيها احترام. ولو في ملاحظات هو بيعملها، احنا ولا هنقعد نتنرفز على بعض، ولا هنقعد نزعق لبعض، ولا انا مطالب ان انا اصرف له مستخلص على حاجه هي مش معموله طبقا، حتى مش هقول لكم الكود والمواصفات، حتى طبقا لاصول الصناعه. فبرضو الاحترام بيبقى متبادل، والشغل المفروض يبقى صح. ولكن برضو في الاخر لازم طريقة المعاملة وطريقة الكلام، سواء ما بيننا وما بينه، او ما بيننا وما بين العميل، ايا كانت الاطراف اللي احنا بنتعامل معاها، لازم يبقى فيها احترام وتقدير للشغل والمجهود اللي الراجل بذله. بس انا ايه فايدة المجهود والشغل غلط؟ فالاحترام طبعا اساس كل حاجة، والشغل الصح. انا مش هصرف لك فلوس عشان انت اخلاقك كويسة، هصرف لك فلوس عشان انت شغلك صح. بس كده. انا محمد الدرملي، وده شغل جودة.